اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالكفته، حاجه كده يعني مش قادره اقول لكم طعم وريحه مفيش بعد كده. تعالوا اقول لك اول حاجه هنعمل ايه. جبت الكفته، طبعا كنت حطاها في الفريزر، كفته الحاتي. هسيب لكم لينك الفيديو طريقه عمل الكفته في صندوق الوصف باذن الله. جبت الكفتة، طلعتها من الفريزر، خليتها تفك حاجات بسيطة. وبعد كده حطيت زي معلقتين من الزيت، مش كتير قوي يعني. ونزلت بيه الكفتة، هنحمر فيها لحد ما تاخد لون كده كويس كلها. تفضلي تقلبي فيها على طول علشان تتحمر من جميع الجهات، ما تتحمرش من ناحية واحدة بس. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هنفضل نقلب فيها لحد ما تاخد اللون ده كده زي ما انتم شايفين. هنشيلها بقى في قلب مثلا طبق او اي حاجة. وبعدين هنجهز فيه الصلصة بتاعة البطاطس. صلصة البطاطس بقى عندي يعني بتبقى متميزة شوية، بحط كمون. الكمون مع صينية البطاطس جربوها، هتعجبكم جدا. ما بحطش اكتر من التوابل دي، اللي هو كمون وفلفل اسمر فقط لا غير. جبت الزبدة، وبعدين حطيت شوية من الزيت، وبعدين نزلت بيه بصلة مقطعة مكعبات صغيرة، خليتها تدبل، ما خدتش لون، تدبل بس. وبعدين نزلت بيه عصير الطماطم، تكوني مصفياه. وبعدين نزلت بقى بيه الكمون والفلفل الاسمر والملح، هنقلب ونسيبها لحد ما تاخد يعني غلوة واحدة. مش هخليها تتسبك، اللي هي تتقل. احنا عايزين يكون فيها يعني ايه صوص كده، علشان لسه البطاطس هتستوي، فلازم يكون في صوص مع صينية البطاطس. جبنا بقى بصلايه مبشوره، خلاص احنا هنجهز في صينيه البطاطس كده، هنبدا ان احنا نرصها. جبت بصلايه مبشوره بالميه بتاعتها خالص، ما تصفهاش. وبعدين حطيت عليها معلقه كبيره من الكمون وشويه من الفلفل الاسمر. هنقلبهم كويس، وبعد كده هنزل بيه البصلايه المتبله دي مع في القاعده بتاعه الصينيه. لو جربتوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم بإذن الله. وتاني حاجة بقى أنا بعمل إيه في صينية البطاطس، بشيل البصل اللي موجود في قلب الصلصة، بشيله بحطه على البصل ده كده. ليه بقى؟ أنا مش بحب البصلة تكون يعني موجودة على البطاطس من فوق على وش الصينية بتاعة البطاطس. بحب تكون البطاطس كده إيه، عليها الصلصة بس ناعمة كده، ما يكونش فيها قطع من البصل باينة على الوش. فدي اختياري، ممكن تسيبيها البصلة في قلب الصلصة، مفيش اي مشكلة خالص. لو عايزة تشيليها زي كده فبرضه هتعجبك جدا. هو بس كل الموضوع علشان شكل الصينية في الاخر، مش اكتر يعني. بس جبنا بقى الفلفل الاخضر مقطعينه والبطاطس، وتكوني غسلاها كويس. وبعدين هنبدأ بقى اللي احنا نرص فيها، وحطيت الكفتة. شايفين بقى الصلصة لما بنيجي نحطها ما فيهاش قطع بصل على الوش. هي دي النتيجة اللي أنا عايزاها. جربيها بنفس الطريقة دي كشكل هتعجبك جدا. لو عايزة بقى يكون صينية البطاطس يكون فيها صوص كده بعد ما تستوي، فلو عندك شوربة هتزودي شوية شوربة مع الصلصة دي. لو مش عندك شوربة، في كوباية مية، مج كده مية هتحطيه مع صينية البطاطس بس. كده هندخلها الفرن بقى تستوي براحتها كده. وبعدين هنعمل رز بشعرية. اول حاجه هحط زي معلقتين كبار من الزبده، وبعدين هنزل بيه شويه من الزيت. لازما الزيت مع الرز، علشان ايا كان الرز بقى بشعريه او رز عادي، الزيت بيدي لمعه للرز وبيخليه مفلفل كده، والزبده بتديله طعم. فحطينا الزبده زي معلقتين، وبعدين حطيت برضو شويه من الزيت ونزلت بالشعريه. هنحمر فيها لحد ما تاخد لون دهبي كده جميل. تفضلي تقلبي فيها على طول عشان كلها تاخد نفس اللون زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا الرز تكوني غسلاه كويس جدا ومصفياه. وبعدين هننزل بيه الرز، او زي ما انتم شايفين. هنشوح بقى الرز ده، او هنغلف الرز بالماده الدهنيه دي كويس جدا لحد ما الرز بصي تسمعي صوت الايه، يكون بيخرفش كده في قلب الحله وانتي بتقلبيه. افضلي شوحي فيه كويس جدا وكتير يعني، بس مش كتير قوي قوي يعني. ممكن يعني 5 دقايق كده او 6 دقايق تشوحي فيه كويس جدا. وبعدين هحط ميه عاديه خالص، مش ميه مغليه، علشان في ناس انا عارفاها بيقولوا لازم نغلي الميه للرز علشان يكون مفلفل، لو ما غليناش الميه بيعجن مننا. والله دي ميه عاديه خالص، ولا سخنه ولا اي حاجه. حطيتها كده. طبعا بعد ما حطينا الملح برضو،
بس يا دوبك هغطي الرز كده حاجات بسيطة من الرز. أول ما يبدأ فيه الغليان بوطي عليه جدا خالص خالص، وبسيبه براحته لحد ما يتشرب. أنا مش بقلب الرز، بسيبه زي ما هو. بس هنا بعد ما صينية البطاطس خرجت من الفرن، والرز بقى هوريكم مفلفل ازاي، شايفين؟ وكان ريحته بقى وطعمه يعني الله اكبر. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه دي، صينيه البطاطس والرز بميه عاديه، مش لازم أن تكون مغليه. جربوها، اهم حاجه بس اول ما يبدا فيه الغليان الرز وطي عليه وسيبيه لحد ما يتشرب براحته ويستوي كده مع نفسه. بس كده هنقدم بقى فيه الاكل بتاعنا، وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا صينيه البطاطس سواء بقى كانت بالفراخ او باللحمه، بس بنفس الطريقه دي هتعجبكم جدا. والبطاطس بقى شوفوا مستويه، استوى اللي هو المظبوط بتاعها، ولا هي نية، يعني التسوية بتاعتها مظبوطة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.